السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناتي بنات ماما أمل. النهاردة هوديكم لمكان أرخص مكان ممكن تشتري منه خيط. تعالي من شارع الجمهورية في دمنهور، وخلي كده تخشي كده من جنب البنك مصر. خلي البنك على شمالك ومشي ودي ظهرك لحديقة الجمهورية، وافضلي ماشية كده في الشارع ده طوالي هيقابلك مسجد، خط المسجد، وبعدين هنقابله بقى العمارة الجميلة ديت اللي هي من التراث الجميل بتاع دمنهور، اللي هي تحتها محل بيبيع ورد، أو مستغلين المدخل يعني ناس جميلة بيبيعوا ورد اسمه بسملة أهو. هتفضلي ماشية برضو كده، هتقابلك بعدها البيت اللي هو واخد ناصية مثلثة ده. هنحود مع العربيات اللي داخلة الشارع ديت، وعلى قمة الشارع برضو المول اللي انتوا شايفينه ديت، العمارة اللي واخدة ناصية مثلثة. وهنا المول اهو، هنخش من الشارع بتاعه، وصفه ما تتوهش ابدا. ارخص مكان ممكن تشتري منه خيط في دمنهور، سواء خيط ملابس او خيط للشنط او والاكسسوارات بتاعتهم، وكل حاجة ممكن تحتاجيها للخياطة هتلاقيها عندهم. ده المحل الاولاني، بس هو خاص بادوات الخياطة بس، ما عندوش خيط صوف. لكن النهاردة انا هوديكي بمناسبة يعني ان احنا بنحب نشتغل الخيوط يعني للشنط وللملابس وكده، فانا هوديكي بقى للشباسي اللي هو ارخص مكان ممكن تشتري منه خيط. يعني سعر الشلة دلوقتي من 70 ل75، وفي اكتر وفي اقل، بس الخامة بتبقى اقل يعني. هنا بقى اللي سألته على النوع الكلفة ديت، لقيتها ب30 جنيه العريضة دي، الدانتيل ده. وفي الورد، الفرع الورد ده برضو ب30 برضو زيه. في بقى الخرز ده اللي البنات بتحب تعمل منه اكسسوارات، الفرع بيتراوح من 20 ل15 ل10، حسب اللي انت بتختاريه، كل انواع يعني. هو اهو ده ب20، و15 ب10 كده يعني. طبعا انت لما بتروحي الاسعار بتختلف، لكن هو تأكد ان هو ارخص مكان ممكن تشتري منه. بالنسبة للاسعار اللي هي في دمنهور يعني وفي البحيرة، ده ارخص مكان. الشنط الايد، الشنط ديت او السلاسل دي، المتر من 30 25 ل20 ل15 ل10، حسب اللي برضو اللي انت اخترتيه. كل نوع ليه سعر. هنا كنت بسأله على شنطة تكون ليها ايدين، يعني مش ايد واحدة. الكروس دي مش يعني دلوقتي طالع كله كروس يعني. طبعا دي شنطة ايه قديمة، كنت بس هنا بنحب نوريها لهم عشان مبعرفش اوصف يعني انا عايزة ايه. هنا بقى الخرز اهو، زي ما انتوا شايفين جميع انواع الخرز، بيبقى بالجرام، بيوزنلك. وهنا برضو الستان، يا تاخدي بالبكرة يا تاخدي بالمتر حسب ما انت عايزة، وفي العريض وفي الرفيع. هنا الخرز او اللولي اللي فوق ده، هو الكيس نص كيلو ب100 جنيه. وهنا برضه اهو خرز تاني اهوت للاكسسوارات والحاجات دي. كل حاجة لها سعرها، بس الاسعار بتاعته مهودة وجميلة جدا. عنده خيش، عنده خيط مكرميات، عنده خيط للشنط يعني رفيع والتخين. عنده جميع انواع الاكسسوارات زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الحاجات الكلف والحاجات ديت اهيت، وللشنط برضو الكفر بتاع الشنطة اهو زي ما انتوا شايفين، وكل الالوان وكل الانواع. واللي عايز حاجات لرمضان برضو هنا هو الفرو دوت ب320 الكيلو، اللي بيتعمل منه الكوشن والحاجات دي اللي هي بتاعت أوضة الجلوس يعني.
وهنا الخيط دوت خيط مهير، الكيلو منه ب150. هو خفيف جدا، يعني 2 من اللي في ايدي دي يعملوا لك بلوفر، يبقى وزنه خفيف جدا. يعني اللي كانت في ايدي ديت انا وزنتها كانت ب40 جنيه، يعني 2 منهم يعني هيكلفك 80 جنيه البلوفر، بيدي نتيجة جميلة جدا. اي حاجة انت بتختاريها هو بيوزنها لك ويسعر لك ويقولك على سعرها. ممكن تعمليه بالكروشيه، ممكن تعمليه تريكو اللي يعجبك. هنا برضو انواع الخيوط التانية الصوف اهي برضو، وفي منها انواع طبعا بيبقى بواقي خيوط، ممكن تلاقي شلتين او 3 شبه بعض. من الخيط اللي هو ب70 وب80 جنيه هتقف عليك الشلة ب15 جنيه، لان ال10 بيبقوا كيلو. هنا البوري اللي احنا بنعمله بيه الشنط، المتر ب80 جنيه، ولو عايزة ربع متر او نص متر هو بيقيسهولك حسب ما انت عايزة. اللي بنلف عليه طبعا وبندوروا عليه اليومين دول مش بنلاقيه، هتلاقيه عند الشباسي. عنده بقى هنا برضو هي خيط الشنط زي ما انتم شايفين فوق بجميع الالوان اهوت، خيط السلسلة وخيط المكرمية وجميع السمك يعني مختلف، اللي انت تطلبيه هتلاقيه جميع انواع الخيوط يعني. هنا المكان بتاع المخزن اللي بيبيع الخيط الكيلو ب300 جنيه. خيط طبعا اللي هي من الشلة ب70 وب80 جنيه هتلاقيها تقف عليك ب30 جنيه. لو عايزة تعملي فستان او تعملي بلوفر او كده هتلاقي عنده الكيلو ب300 جنيه. هنا بقى هنخرج كده، يا اما نرجع للمكان اللي احنا كنا جايين منه، يا اما هوريكي مكان تاني كمان اسهل. لو انت جاية من بره دمنهور هتخشي منه. طبعا لو انت جاية من عند القطر او جاية من عند جامع التوبة هتروحي عند ميدان الأوبرا او ميدان الساعة، هو اللي انت شايفة النصب اللي موجود دوت اللي هو ميدان الساعة. هتخشي من عنده، احنا كده طالعين، انت هتيجي وانت جايه بقى هتبقي داخله، هتدي ظهرك للنصب اللي انت شايفاه دوت، وهتخشي هتروحي على المحل بتاعه، هيبقى على ايدك اليمين. الشارع بتاعه يعني الصغير ده هيبقى على ايدك اليمين قبل نهاية الشارع بحاجة بسيطة. مكان طبعا في دمنهور الكل عارفه، لو سألتي اي حد هيقولك عليه برضو. لو انتي تهتي او مش عارفة توصلي، هو نار على علم، يعني الكل عارفه. يا رب يكون الجولة دي عجبتكم واستفدتوا منها، وتحطوا لي لايك كده وتشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده وصلنا هو لميدان الساعة اللي هو فيه الأوبرا أو مركز الإبداع. هنا هندي ظهرنا للنصب وهنخش من الشارع ده كده اهو اللي فيه على قمته الصورة اللي انتوا شايفينها دي، هتخشوا كده هتلاقوا الشباسي. والسلام عليكم.